أعاجيب السور. ليه أعاجيب السور؟ أول حاجة اسمها، السورة الوحيدة اللي جت باسم ركن من أركان الإسلام هي سورة الحج، وإن كان سورة الفاتحة بتسمى سورة الصلاة عشان الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة لما بيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي. يبقى قسمت الصلاة اللي هي الفاتحة، فعشان كده تسمى سورة الصلاة. لكن السورة الوحيدة اللي هي صراحة كده في كتاب رب العالمين باسم ركن من أركان الإسلام هي أول حاجة هي سورة الحج. الحاجة التانية وجود سجدتين فيها، سجدة في أول السورة في الآية 18 وسجدة في آخر السورة في الآية 77، وهقف مع السجدتين دول بعد كده. تمام. والحاجة التالتة كثرة أقسام الناس فيها، حتى إن اتألف كتاب أقسام الناس في سورة الحج، ده هتلاقيه مميز بسورة الحج. الحاجة الرابعة إن هي كلها مكية ما عدا 4 آيات أو 3 آيات أو آيتين، وإن هو يجتمع فيها مكي ومدني، دي من الحاجات اللي بتميز سورة الحج. وطبعا المكي والمدني مش معناه المكان، مش القرآن اللي نزل في مكة